عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون بزاف راهم يسقسوني على الملعب تاع واسمه مولاي الحسن تاع اللي في الرباط اللي راح نلعبوا فيه المنتخب الوطني الجزائري. جبت بعض الاخبار وحوست نفهم اسك كيما نقولوا شحال وقتاش تبنى الملاعب، شحال من مده تاخذ باش تبنى الملاعب، باش نشوفوا اسك بار اكزومبل يكونوا حاضرين باش في واسمه في الملعب راح يكون حاضر في كاس افريقيا ولا لا. دوك خلوها مع الاخر. نبداو بهذه الصفحه هذه الصفحه خروطه وباينه باللي تكره الجزائر. قال لك بالصور اخر تطورات الاشغال بمركب مولاي الحسن بالرباط، وما دايره حتى تصويره. راني جبت جريده واحده اخرى دايره تصويره، يعني هذه باش نرد عليها برك. هذا ما كان في الفيديو هذا. تقول لك كما تشاهدون في الصور، الصفحه كاع ما فيها حتى صور، صفحه كاع ما كان حتى صوره، ما كان حتى صوره ولا وحده، نص صوره هكا ربع صوره بالكذب باينه باللي خروطه. قال لك وين راهي؟ تحرت المنتخب يعني هذه الصفحه وسمى المنتخب بوسائلها الخاصه حول اخر التطورات الخاصه بمركب مولاي حسن بالرباط، واتضح لها بان الاشغال تسير بوتيره سريعه، حيث تم تجنيد فرق متخصصه في مجالات متعدده لانهاء الاشغال في وقتها المحدد. إذ كما توضح الصورة، فإن الأشغال يقول لك توضح الصورة ما كان الصورة، وهذاك اللي منهيها شغل كما نقولوا ماشي صورة تاع الملعب. راكم تشوفوا هاي لك هذه الصورة هذه، وما كانش حتى تحت كاع ما لقيتش. هيدا في الأشغال في تقدم كبير، في تقدم كبير وقريب يخلص الملعب. دوك نجيب لكم الحقيقة. تقدم كبير عكس ما يتم الترويج له لدى صحافة العسكر. ها شو يسبوا هذا ديجا كيما نقولوا الصحيفة راه يتسب هكذا. بون هذا ما يهمنيش على كل حال، بس نحوس الحقيقة. هذا ما كان. قال لك التي اصبحت شغلها الشاغل هو مركب مولاي الحسن الذي سيستضيف مباريات المنتخب الجزائري، وادعت بانه لن يكون جاهزا في كاس افريقيا. والحقيقة امامكم كما توضح الصور الذي تكذب افتراءات واكاذيب صحافه تزوير الحقائق. ودوك نجيب لكم الصور وما دايره حتى صوره كما تشاهدون في الصور توضح وما دايره حتى صوره. راني جبت صور منذ 3 ايام. دوك نشوفوا اسك انت كي تقول تسمع هذا واش يقول لك؟ يقول لك ادعت بانه لن يكون جاهزا في كاس افريقيا، والحقيقه امامكم كما توضح الصوره. الصوره التي تكذب، الصوره التي تكذب هو ما زره تراب، وراهم بداو كيما نقولوا بداو شويه هكذا خدمه، بصح اسكي جاز ولا لا دوك نوصلوا للتفاصيل. ثانيه تقول لك شغلها الشاغل كيما هذه. قال لك اعلام العسكر التي اصبحت شغلها الشاغل هو مركب مولاي حسن الذي يستضيف مباريات المنتخب الجزائري. سي نورمال شغلنا الشاغل، لان الملعب اللي راح نلعبوا فيه راك فاهم دوكا. ولو كان ما يوجدش الملعب، يعني باش نعطي لك مثال بار اكزومبل، حنا دوك بار اكزومبل نروحوا راح نلعبوا في المدينه الفلانيه، والملعب هذاك في المدينه الفلانيه. هكذا الملعب ما وجدش راح يبدلوا لك مدينه. يعني ما تقدرش دوك باش بار اكزومبل حنايا باش ناجروا اوتيل، باش نوجدوا روحنا واش من الاوتيل، ومن بعد انا كي نروح ناجر اوتيل نزيد نبدل. يعني انت راك تخسر لي في البروغرام تاعي. سي نورمال ان نهتم بالملعب والمدينه اللي راح نلعب بها. هذا عادي جدا. كيما انت كي تروح بار اكزومبل للكوت ديفوار ولا كي رحتوا للكوت ديفوار كنتوا تهتموا بالمدينه واش من الاوتيل والملعب اللي راح تلعبوا. هذا شيء طبيعي. تحبني ما نهتمش عندك مرض. قال لك للإشارة فقط المغرب برهن أن له قدرة هائلة في بناء ملعب بالكامل في أقل من سنة، كما فعل مع مركب مولاي عبد الله بالرباط. مولاي عبد الله بالرباط مازال ما خلاش. شوف تكذب الصون بيتي. يعني يقول لك هذه يا مخزنيه ديرك. يقول لك باللي اقل من سنه الرباط واسمه ملعب واسمه مركب مولاي عبد الله بالرباط مازال ما خلاش. غير كيما خرج القجع قال لهم يكون واجد في مارس. يكون واجد في مارس هذا راه يقول هكذا يكون واجد في مارس. انت اللي راك تقول لي اقل من سنه. راك تشوف هذه ملامح ملعب الرباط تظهر والاشغال تسير بسرعه. 11 2023 التاريخ. يعني راهو فايت العام، ماشي اقل من عام، راهو فايت العام. وهذه قال لك ملامح بدات تبان، يعني بداو الشغل قبل. راك فاهم؟ يعني بداو الشغل قبل نوفا واسمه قبل لو 11 لو 23. يعني راك فاهم كيف؟ زيد شوف هذه هدم مركب مولاي عبد الله بالرباط بشكل كامل لبناء ملعب عالمي جديد في ظرف 18 شهر. هاو يقول لك في ظرف 18 شهر. وقتاش هذه 31/8/2023. يعني دوكا راهو عنده داخل في قريب عام ونص. انت تقول لي اقل من عام وداروه تكذب. واش يزيد يقول لك؟ نعاودوا نقولوا ليها. يقول لك وايضا مركب مولاي الحسن اللي راح نلعبوا فيه مازال ما بداش كاع. انت تقول لي اقل من عام، راهو تراب. يعني انت راك تقول باللي
هنا راك تقول له قدرات هائله في بناء ملعب بالكامل يعني خلاص بالكامل راهو كمل في اقل من سنه، كما فعل مع مركز، كما فعل يعني خلاص راهو بناه وكملوا، فعل مع مولاي عبد الله بن الرباط، وبينت لك باللي يتكذب، ويزيد يقول لك ايضا يعني كما فعل ايضا مع مركب مولاي الحسن، والمولاي الحسن اللي راح نلعبوا فيه مزرعه وتراب. كيفاش كما فعل؟ زعما شغل بناو من قبل ملاعب وبدا يسمي لك في الملاعب، ومولاي الحسن راهو تراب، راك فاهم؟ بون نجو الجريده اللي تعطي لك الحقائق هذه مغربيه على كل حال. انا الخبر قال لك اخر تطورات ملعب مولاي الحسن الجديد، تصور تعطي لك صور ماشي كيما هذيك الجريده خرطي تحط لك الصور هكذا وراكم تشوفوا، دوك نعطي لكم الصور. قال لك اخر تطورات يشهد ملعب مولاي الحسن الجديد في الرباط تقدما ملحوظا في ما راهي تقول لك تقدم ملحوظ، هذا قال تقدم سريع وخلاص وكملناه، وهاي لك الصور وما حطلكش كاع صور، تقدم ملحوظ يعني هذه مغربيه صفحه مغربيه. قال لك تقدما ملحوظا في الاشغال استعدادا لاحتضان مباريات كاس افريقيا 2025 التي ستقام بالمغرب، وينتظر ان يكون هذا الملعب احد المرافق الرئيسيه للبطوله، حيث يستضيف مباريات المنتخب الجزائري خلال المنافسات. قال لك وتأتي هذه التهيئة في إطار المجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية لتوفير بنية تحتية رياضية حديثة وفقا لأعلى المعايير الدولية، ويعكس هذا المشروع التزام المغرب بتنظيم نسخة استثنائية من بطولة تليق بمكانة كرة القدم الإفريقية، وتعزز مكانته كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية. ما يهمنيش قال لك جدير بالذكر أن تنظيم المغرب اللي كان 2025 يعد فرصة لإبراز تطور الملاعب الوطنية وجاهزيتها لاستقبال كما نقولوا الجماهير من مختلف أنحاء القارة في أجواء مميزة وتعكس روح التنافس والاحترافية. هاي لك الصور الخروط الجريده الاولانيه، هاي لك الصور راهم بداو كيما نقولوا مازال كلش تراب، وراهم بداو كيما نقولوا يديروا تاع لي تريبيل. هذا وين الشغل حطوا مازال ما طلعوش لي تريبيل، راكش المدرجات حطوا كيما راكم تشوفوا في الصور لهنا. هذه هي الصور كيفاش تقدم سريع، ومازال كيما درت دي خطره شحال عندي ملي درت الصور تاعها زادوا غير هذوما الطلعه هذوك لي تريبيل اللي باروا هذوك هكذا ولا لا. شوفوا خوتي باش نجو نشوفوا اسك الملعب هذا يكمل ولا لا. بحثت انا بكل صراحه على بار اكزومبل بقاو 10 شهور باش نتفاهموا، بقاو 10 شهور هنا بار اكزومبل كيما نقولوا لهنا بقاو 10 شهور باش كيما نقولوا شحال باش يتبنى الملعب. لقيت بار اكزومبل كيما راكم تشوفوا هذه وما ناخذش عليها، ماشي ما ناخذش عليها لان تطور ملحوظ او بناء الملاعب راه يتطور ماشي كيما زمان. قال لك يختلف الوقت اللازم لبناء ملعب، هذه يقول لك كم من وقت يستغرق بناء ملعب كرة قدم جديد. يختلف الوقت اللازم لبناء ملعب رياضي، ولكنه يستغرق عادة من 2 إلى 3 أعوام. هذه وتشمل كما قلنا العوامل الرئيسية التي تؤثر حول الجدول الزمني ما يلي التصميم والتخطيط. هذه يعني داخله فيها قبل التخطيط، دوكا هما راهم عندهم التخطيط ما دام بداو يبنوا يعني راهم عندهم التخطيط. راكم شايفين خدش التخطيط ياخذ وقت كيفاش ترسموا كيف التخطيط كي يكون التخطيط واجد وبعد غير البناء باش هذه راه يحكي لك 2 3 كي تبدا زعما راح تبدا من الزيرو، مازال ما عندكش مي با كيفاش راح تبني هذا الملعب، تبدا تخطط ودير المهندسين، المهندس بالك عام باش يكمل لك بار اكزومبل التخطيط هذاك هنا. ومن بعد نجي لهنا كم من الوقت استغرق بناء ملعب بالرياض ارينا. قال لك التاريخ تم بناء الملعب في 180 يوما ويتسع ل 30,000 متفرج. يعني قال لك اسمه تاع الرباط هذا بناوه في 180 يوم، 180 يوم تقريبا في 6 شهور تقريبا، نقدروا نقولوا 6 شهور تقريبا، وي في 6 شهور بناوه هكذا. نزيدوا نجول هذه قال لك الشرق الاوسط. ونفذ ارامكو السعوديه مدينه الملك عبد الله الرياضي التي تضم ملعب الجوهره الذي دشنه خادم الحرمين في اول من مايو ايار الماضي، وهو المشروع الذي يقع شمال مدينه جده في وقت قياسي لم يتجاوز 390 يوم. 390 يوم يعني تقريبا عام وشهرين. هذا ملعب واحد اخر في السعوديه، رانا نتكلموا على السعوديه اللي عندها البترول وعندها الملايير المليارة هذا ولا لا. قال لك لم يتجاوز 390. عندك ملعب واسمه المملكه ارينا، هذا اسرع ملعب في العالم تقدر تقول، الاسرع تشييدا في العالم، راك تسمع هذا ولا لا. قال لك الرياض وهي الاولى في الملعب الذي يتسع ل 26,000 متفرج. يقول لك هذاك اللي راح يلعبوا فيه تاع مولاي هذاك 25,000 متفرج، يعني قد ما تكون المدرجات كبيره قد ما يزيد في المده ثاني هكذا. ويعد المملكه ارينا واحد من اسرع الملاعب بناء في العالم، ووفقا لموقع ستاديوم دي بي هذه ستاديوم بي المتخصص باحصاءات ملاعب كره القدم في العالم، اذ تم تشييده في وقت قياسي لا يتجاوز اشهر عده.
اشهر عده، كاين لقيت اللي يقول لك شهرين، كاين اللي يقول لك 3 شهور بناوه هذايا تاع الملعب هذايا. هنا وين نجو بار اكزومبل سا ديبون الشركه اللي راهي تخدم، وسا ديبون الملعب كيفاش راح تخدموا خاوتي. يعني لو كان هذا يعني ليس شيء مستحيل انه الملعب هذايا راح يجهز في كاس افريقيا باش نكونوا واضحين. يعني لان بنايه تاع الملاعب دوكا انا شفت تاع الاهلي كيفاش يبنيوه خاوتي، يجيبوا كلش مخدوم، يعني السطاد ما كانش وكلش مخدوم، هو الحفير وهذاك الشيء والساس هذاك هو الصح، وبعد واش يجيبوا يبداو يركبوا تركيب. يعني اذا كان الملعب ديجا راهم خدموه الافونس، واش معناتها خدموه مقطع، خدموه كيما نقولوا كمرسوات كاطراف كقطع، راكم شايفين كقطع الحديد تاعو وكذا منا كاع راهم مجهزوا راهو في الديبو، ومن بعد يبداو ينقلوا، يبداو يحطوا لي بيلي هذوك تك 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 في النهار، يبداو يحطوا لك لي بيلي يدوروهم، ومن بعد يجيبوا هذوك تاع الحيط، هذاك تاع الحيط بكري الحيط دير سيما دير باغ اكزومبل البريك ونو دوكا ما كانش، كاين يجيبوا للسق جيبوا للسق، ومن بعد مع الكهرباء والماء هذه يعني في عام او في 10 شهور يقدر يوجد لك ملعب. راكم شايفين في 10 شهور او في عام نقدروا نقولوا يقدر يوجد لك ملعب اذا انت راك مجهز الملعب الافونس، لان تطورت الحاله راهي وحنا نتمناو يوجد. حنا باريزوب علاه حنا دوكا باريزوب راكو حاطيننا في الرباط وراكو حاطيننا في الملعب هذايا مولاي الحسن لا ما على باليش. فهنايا ما نقدرش انا نقول لك نستنى ما يجهزش ومن بعد كي ما يجهزش يعني ومن بعد كيما نقولوا تبدلوا لي ملعب وتبدلوا لي مدينه ومن بعد انا اللي نعشي خاسر في لافير. تما انا لو كان ما يجهش نولي خاسر في لافير. اذا باريزومبل راني اجرت اوتيل لهنايا نعشي لازم ناجر اوتيل في المدينه، والصطاد اللي راح تنقلونا ليه الحسابات وهذه كاع فيها حسابات، يعني راح تغير لي البروغرام تاعي. علاش يتغير البروغرام تاعي؟ انا اللي خسران، انت ما خسران والو، سواء كمل سواء حنا ما راناش ضد انه يكمل، راك فاهم؟ تما لو كان يكملوا الملاعب الاخرين والملعب تاعنا ما يكملش يعني من الطفره فينا لازم نبدلوا البروغرام تاعنا، راك فاهم؟ الصحيفه الاولى. ما نطولش عليكم خوتي، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.